هو احنا ليه مش كلنا عيوننا ملونة؟ أسألك وأقول لك وأنت مين قال لك إن عينك مش ملونة؟ هتقول لي طب ما هو على يدك، أنا عيني لونها أسود، والواد حمادة ابن أختي عينه لونها أخضر، والواد حموكشة ابن أخويا عينه لونها أزرق. إشمعنى أنا بقى اللي لون عيوني مش ملون ولونها أسود؟ هقول لك شكلك كده مش فاهم الموضوع بيحصل إزاي، فتعالى وأنا هفهمك. الموضوع بيعتمد على وجود صبغة في الجسم اسمها صبغة الميلانين، ودي مادة ربنا سبحانه وتعالى خلقها جوه أجسامنا علشان تلون المناطق المختلفة. بالبلدي كده نقدر نعتبرها الورنيش بتاع الجسم، اللي هي المنطقة دي عايز تاخد لون فتروح تاخدها وش دهان، والمنطقة دي عايز تاخد لون فتروح برضو تاخدها وش دهان. وبالتالي المادة دي لو زادت في مكان اللون هيبقى أغمق، فالجزء ده هيبقى لونه أغمق. والمادة دي لو قلت في مكان فاللون هيبقى أفتح، فالجزء ده هيبقى لونه أفتح. وأوضح مثال على كده هو الجلد. لو مادة الميلانين زادت في الجلد، الجلد بيبقى لونه أغمق زي إخواتنا الأفارقة. والمادة دي لو قلت في الجلد فالجلد بيبقى لونه أفتح زي إخواتنا الأوروبيين. إحنا بقى الحمد لله في النص. كذلك برضو العين فيها جزء اسمه القزحية، أو الجزء اللي أنت بتشوفه ملون وجميل ده. الجزء ده بيترص في مادة الميلانين علشان تديله لون. مادة الميلانين لو زادت فاللون بيبقى أغمق، فالقزحية تبان باللون الأسود. وكل ما مادة الميلانين بتقل اللون بيكون أفتح. لو قلت شوية يبقى لونه بني، ولو قلت كمان شوية يبقى لونه البني الفاتح أو العسلي، ولو قلت كمان يبقى لونها أخضر، ولو قلت خالص يبقى لونها أزرق. وده بيعتمد على العوامل أو الجينات الوراثية. ولكن خلينا متفقين ان انت وحماده وحموكشه عندكم نفس الماده اللي هي ماده الميلانين. يعني مش هنفتح عين حماده اللي عينه لونها اخضر فنلاقي جوه صبغه باللون الاخضر، ولا نفتح عين حموكشه فنلاقي جوه صبغه باللون الازرق. الفكره كلها بتعتمد على تركيز ماده الميلانين وتفاعلها مع الضوء اللي حواليه. وعشان ابسط لك الموضوع، لو انا جيت سالتك البحر لونه ايه هتقول لي ازرق، مع ان الميه ملهاش لون، ولكن ده اعتمد على تفاعل الميه او سطح البحر مع الضوء اللي حواليه. فهي نفس الماده بتصبغ كل العيون، ولكن بتختلف تركيزاتها وتفاعلاتها مع الضوء حواليها، فبتدي الوان مختلفه.